السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد ويوم جديد بدأته من المطبخ على طول مبدئيا كده. أول ما ندخل لازم نصلي على النبي الأول ونذكر بعض بدعوة حلوة لكم بالمثل إن شاء الله. البصلة مش محروقة، ده هي الحل عشان نار أعلى منها، هو اللي استلس كده بيبقى عايز نار بمساحته. أنا حطيتها على عين أكبر شوية فالنار خارجة من براها، فمخليه حوالين البصل نفسه مدي سواد كأنها محروقة، هي مش محروقة ولا حاجة. النهاردة أنا قلت هعمل محشي وعندي حكاية حقيقية حصلت معايا قلت أحكيها معاكم ونشوف رأيكم ايه وايه اللي بيحصل بقى دلوقتي، ويعني ايه اللي احنا بقينا فيه في الزمن ده سبحان الله. مبدئيا كده انا كنت سلقه فرخه وقلت هعمل ورق عنب وهعمل محشي بتنجان وفلفل، الموجود والمتاح عندي انا هعمله، مش هكلف نفسي يعني ايه حاجه تانية اكتر ولا حاجه. انا عامله معاكم المحشي كتير على القناه، وكنت عامله صينيه في الفرن، وكنت عامله في اول القناه خالص محشي بريحه الشوي، يعني محشي بالفحم. حاجات كتيره قوي انا كنت عاملاها للمحشي اشكال وانواع. النهارده كده في السريع بقى قلت ايه، انا عندي حاجه محشي موجوده في التلاجة بقالها يعني كذا يوم او فتره وكده، اطلعها بقى وايه واعمل، مش هتاخد معايا وقت باذن الله بما اني جايه كده من الشغل بدري وناكل بقالنا كتير ما كناش منه. بعمل كميه اللي هي ايه يا دوب تكفينا مثلا كده على القد وكده، لان كمان زوجي لازم ياكل قبل ما يمشي على الشغل، هو اكله بيبقى هو قبلنا كده في فتره، لان هو ايه بيمشي بدري قوي على شغله، فبديله هو. احنا بعد كده احنا بنقعد نتغدى بقى مع نفسنا وكده. نخش بقى الاول على القناه، نحط لايك ونحط دعوه حلوه من القلب ونصلي على النبي، عشان لما نبدا بالصلاه كده على النبي ان شاء الله يومنا كله يبقى بركه، وربنا يجعل حياتنا كلها بركه باذن الله. ونشترك بقى في القناه ونفعل زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو مني يوصل لكم بيه اشعار باذن الله. الفيديو اللي انا كنت منزلاه قبل ده اللي هو كنت مصوراه في النادي نفسه، ما قلت لكم النادي ده اي حاجه يعني تذكره دخوله ب5 جنيه واي حاجه جوه ب5 جنيه وفسح بقى، ومش قادره اقول لكم يعني الحمد لله رب العالمين. الفيديو ده انا نسيت اقول لكم ان انا قابلت جوه، حصل معايا حاجه غريبه قوي. قابلت بنوته عماله تقول لي بصي يا طنط صوريني وانا بعقب، فانا مش عارفه يعني ايه تعقب، انا مش فاهماها والله الكلمه خالص. كل شويه تيجي تقول لي يا طنط صوريني يا طنط، لما لقيتني بصور يا طنط صوريني وانا بعقب، اقول لها ماشي يا حبيبتي حضري اللي انت عايزاه. انا فاكراها يعني في اكله في حاجه معينه هي او لعبه هي عايزه تعملها، مش فاهمه يعني ايه تعقب دي. فقالت لي يا طنط، كل شويه تيجي يا طنط صوريني وانا بعقب، اقول لها ماشي يا حبيبتي حضري اللي انت عايزاه وانا هصورك بيه ان شاء الله. فضلت واقفه ورايا كده حبه كتار، وانا اقول لها يا حبيبتي روحي والله انا مش عايزه ازعلك، انا هصورك بس شوفي انت عايزه ايه هتعقبي ديت وقولي لي وكده. فلقيت تعقب دي يعني ترقص، دي رقصة اسمها تعقب زي بتاعت الشباب كده، تتنطط كده وطالع ونازل وقلت سبحان الله. فسبحان الله ان الواحد اصلا يعني ايه مش فاهم فعلا حاجه زي كده. بصوا بقى الاول قبل ما نندمج في الكلام، حبه الخضره دول ب15 جنيه، مش عارفه ازاي. يعني كنا من فتره مش بعيده قوي ولا قريبه قوي، يعني من حوالي اقل من سنه كان الواحد بيجيب منها في شهر طوبه ويخزن. كان الكميه يعني ال15 جنيه دول ممكن يجيبوا لي كميه كبيره جدا. دلوقتي انا عديت الرابطه اللي هي فيها البقدونس او الكزبره، لان انتوا عارفين المحشي بيحب الكزبره ويحب الشبت قوي في الريحه. فيها 5 عيدان بالظبط والله العظيم، ده كده الكاميرا كمان مدياله اكبر من حجمه، ومدياله اكبر من حقه وحجمه كمان في التصوير. بالنسبه لخضره المحشي وكده، والله العظيم دول كده يعني واحد دافع فيهم 15 جنيه ما يكملوش الطبق ده، لو غسلتهم وقطعتهم ما يكملوش الطبق ده. تمام. الخضره بقى انا بغسلها وهي صحيحه زي ما هي كده مره واثنين وثلاثه، وبنقعها في ميه وخل. في ناس بتحب تغسل الخضره وهي بعد ما تتقطع وكده، لا ده ما بيبقاش صحي يا جماعه، والله الاحسن ان هي تتغسل كده عشان لو فيها اي شوائب او تراب تتشال منها خالص، تروح منها خالص. لكن وهي متقطعه بتفقد كمان قيمتها لما اقطعها وبعد كده اغسلها، والله ورسوله اعلم. نرجع بقى لموضوعنا، للبنت دي لما قعدت تقول لي كده فقلت لها خلاص يا حبيبتي تمام، يعني دي رقصه اصلا؟ قالت لي، قلت لها خلاص تعالي اصورك. هي بنوته مش كبيره يعني حوالي 9 سنين كده او 10 سنين ولا حاجه. فجيت بصورها لقيتها اللي هي بترقص الرقص اللي هو بتاع الشباب العاديين، الشباب اللي هو لما بيجوا يرقصوا في افراح او في حاجه بتتنطط كده، دي اسمها تعقب. فقلت لها ايه ده؟ تقول لي يا طنط انت مش فاهمه، يا طنط مش فاهماني، عماله اقول لك من بدري صوريني وانا بعقب، اصل دي اسمها عقباوي. قلت لها عقباوي دي يا حبيبتي انا عارفه ان هي اغنيه تقريبا، لكن
ايه تعقبي دي يعني ترقصي يعني على الاغنيه مثلا؟ قالت لي اصل راحت اختها بقى الكبيره قالت لي يا طنط، ما هو دلوقتي البنات ايه بترقص وبتعقب وكده، وبترقص رقص الشباب، ويعني الرقص بتاعهم دلوقتي ايه في اي افراح وكده زيهم، ايه البنت بترقص زيها زي الولد وكده. على ايامك انت بقى يا طنط ما كانش في الحاجات دي اكيد. قلت لها يا حبيبتي، يتقال لي يا طنط تمام يا الف اهلا وسهلا، لكن كمان يتقال لي على ايامك؟ فقعدت اضحك على الموقف نفسه، وقلت لازم اقوله لكم، لان هو حصل معايا من ساعه ما كنت في النادي وانا نسيت اقول لكم. يعني سبحان الله. بيتكلموا يعني البنوته كانت بتتكلم بلهجه اللي هو انا عايزه اعقب، صوريني وانا بعقب. انا مش فاهمه اللي هو ايه تعقب بجد والله. انا ما كنتش فاهمه الكلمه نفسها. هي لو قالت لي وانا برقص مثلا على اغنيه اسمها عقباوي او غيره، انا بسمع الاغنيه دي في الشارع كتير وبسمعها في الافراح كتير. عادي زي اي حد بيبقى مشغل مثلا صوت العربيات والتكاتك في الشوارع، كله بيبقى مشغل الاغاني الشعبيه دي. لكن اتفاجئت بس ان هي بتقولي انا عايزه اعقب. انا مش فاهمه هي ايه عايزه تعقب. افتكرتها مثلا لعبه عايزه تلعبها او حركه عايزه تعملها وعايزاني اصورها وانزلها على اليوتيوب. اكله مثلا معينه هي جايباها عايزه تعمل بيها حاجه والله ده كل اللي جه في دماغي. فلحد دلوقتي كل ما افتكر الموقف ويا البنت واقفه ورايا وكل شويه تيجي تقول لي يا طنط صوريني، اقول لها ماشي يا حبيبتي لما تجهزي نفسك قولي لي. تقول لي اجهز ايه بس يا طنط؟ صوريني وانا بعقب يا طنط. جت بقى اختها الكبيره او بنت عمها هي اللي قالت لي بقى، قالت لي اصل على ايامك يا طنط ما كانش فيه الحاجات دي طبعا. قلت لها يا حبيبتي عشنا وشفنا. يعني كلمه طنط موجوده من زمان، لكن الواحد عاش وشاف انه يتقال له ايه، يتقال له على ايامك. يلا الحمد لله ان كان على ايامنا فعلا ما فيش الحاجات دي، ولا في الرقص ده ولا في الكلام ده. وربنا يهدي بناتنا ويهدي شبابنا ويهديهم اجمعين يا رب، اللهم امين. خلصت بقى معاكم كده التقوير وخلصت كل حاجة. بمسكه بقى بغسله واحدة واحدة وبحطه تحت الحنفية، عشان لو في برضو اي حاجة من البذور بتاعة الفلفل او البتنجان تنزل كلها في المية. وبسيبه يتصفى في المصفى خالص خالص خالص. انا مسكت الشقة بقى انا كده كده والله العظيم مسحها قبلها بيوم بالليل. كنت جايه من الشغل متأخر وعندي الاكل خفيف خفيف كده، حمرت بطاطس بيض بتاع. فقلت خلاص بقى النهاردة هاخد الشقة من على الوش. وبمسك كمان الشرشوبة اللي هي القطيفة دي وبنقعها في ميه وكلوروكس الوان وديتول كتير قوي، يعني بحطها شويه كده حبه حلوين وبعصرها مش للاخر، وبمشيها على السجاده كده اول باول. السجاده اللي انا حطاها دي كل الفرش ده ان شاء الله هيتفرش غيره خالص على دخلة الشتاء، لان الصيف عايز حاجه خفيفه بس لا اكتر ولا اقل. كنست بقى الصاله كده من على الوش وشلت بس لو في مكان رده في مكان اي حاجه، وعملتها بالشرشوبه. وقلت اكمل بقى معاكم المحشي. اليوم كده كان خفيف وسبحان الله. يعني المحشي اصلا بيبقى محتاج لغلبة، المحشي بيحتاج لغلبة وبيحتاج مجهود وبيحتاج وقت. بس سبحان الله في اليوم ده انا حاسه ان هو ما خدش معايا اي وقت خالص، ما خدش معايا اي مجهود. اللهم لك الحمد. ربنا برضو بيبقى عالم ان الانسان بيبقى تعبان، يعني البركه دي جند من جنود ربنا. ان ربنا يبقى مسخر لك كده صحه ومسخر لك بركه في وقتك، دي جند من جنود ربنا ورضا يعني من رضا ربنا علينا. ربنا يديم علينا رضا ربنا ان شاء الله، ويبارك في ذرياتنا اجمعين يا رب، اللهم امين. بسيب الرز يتصفى. المره دي بقى انا هسويه في الصينيه كده عادي، الصينيه دي ليها غطاها بس مش هحطه في الفرن، انا هسويه من فوق عادي. وهلحق برضو اخلص بسرعه بسرعه. وكده يعني احنا بنبقى مجرين الفيديو احنا ما بنعملش بالسرعه دي. يا ريت الواحد يبقى بيشتغل بالسرعه دي ويعمل كل حاجته بالسرعه دي. يا سلام كان كل حاجه خلصت في ثواني. بس فعلا حرفيا انا وانا بحشي البتنجان والفلفل المحشي ده كنت بحاول بقدر الامكان اني انا اعمل بسرعه قوي عشان الحق اسويه وجوزي ياكل منه قبل ما يمشي. حشيت بقى ورق العنب، ما حبيتش اطول في كل حاجه معاكم. بحط عليه طرنشات ليمون، بس المره دي ما كانش عندي اللي متاخد من الصينيه ده كده. حطيت لزوجي بقى ياكل قبل ما يمشي وكده، وكنت سويت حبه ورق عنب صغيرين على جنب في حله صغيره ياخدها معاه الشغل او ياكل منها، واحنا بقى بنسوي لنا ده كده براحتنا. لان انا عندي ابني بيعشق حاجه اسمها ورق عنب. كلنا الحمد لله واتبسطنا وشلت وصبنت مواعيني وعملت كل حاجه. قلت اعمل مفيش غيري بقى انا وعبد الله في البيت لوحدينا، عملنا كوبايتين جوافه باللبن كده. قلنا احسن من الشاي واحسن من الحاجات السخنه. الصيف مش عايز حاجات سخنه كتير، الا لو حد مثلا، مع ان الحاجات السخنه دي بتبقى مفيده
شربنا الحاجات الكوبايتين العصير، وقلت بقى انا مخلصه كل اللي ورايا، انا هشغل الغساله واسيبها بقى مع نفسها لحد ما تخلص دورتها براحتها. اللي عايزني بقى اعمل ريفيو عن الغساله دي كامل، هي توشيبا العربي 11 كيلو، انا عامله ريفيو عنها قبل كده على القناه، بس ممكن اعمله مفيش اي مشكله خالص. سبت الغساله بقى شغاله وعشت انا يومي بقى مع نفسي، قعدت انا وابني نذاكر بقى، نشوف مراجعه القران اللي عنده، ونشتغل شويه على المراجعات القديمه، وهي تخلص دورتها براحتها. وخلصت كل شقتي وكل اكلي، سبحان الله اليوم كله فعلا كان مليان بركه بالنسبه لي. عايزاكم بقى لما تدخلوا على القناه تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو يجيلكوا بيه اشعار. وما تنسونيش بدعوه حلوه من القلب، ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.